مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل رز بالعدس او الكشري الاصفر الاسكندراني. جميل جدا وسهل وبسيط وسريع جدا ان انت تحضريه مع البتنجان المخلل والسلطة والبطاطس. خطير جدا، وصفة بسيطة واقتصادية لكن طعمها مميز وحلو خالص، وسهلة وسريعة ان انت تحضريها. شوفوا شكله جميل جدا ازاي، وهقولك كمان على طريقة عمل البتنجان المخلل بكل سهولة، وازاي كمان يطلع معاك مفلفل بالشكل ده ولونه حلو. بس اتمنى بقى تحطولي لايك للفيديو. المقادير معايا: كوباية من العدس وكوبايتين من الرز المصري العادي، وبصلايه وسط مفرومه ناعم خالص مقطعاها على ايديك او في الكبه، المهم ان هي تبقى متقطعه صغير خالص. اول حاجه انا هعملها هغسل العدس، هغسل كوبايه العدس. بعد ما غسلتها كويس جدا وبعدين صفيتها من الميه، وبعديها هغسل كوبايتين الرز. بنروح عند البوتاجاز بنجيب حله ونحط فيها شويه من الزيت، وهنزل على طول بالعدس. طبعا انا هقلب دلوقتي في العدس لحد ما لونه يفتح معايا علشان يفضل معايا مفلفل، وفي نفس الوقت يبقى مفلفل مع الرز ولونه حلو وطعمه حلو. فانا بقلب فيه شويه العدس لحد ما لونه يفتح. في الوقت ده انا طبعا بكون غسلت الرز، بغسل الرز واحطه في المصفى يتصفى من الميه اللي فيه. طبعا انت لو حابه تحطي مقادير اكتر من كده، يعني مثلا تضاعفي الكميه، تحطي كوبايتين من العدس وتحطي 4 كوبايات من الرز. لو حابه تضاعفي الكميه فمفيش مشكله. بعد ما العدس يفتح معايا بالشكل ده هنزل بالبصلايه. البصلايه بتدي تيست حلو فيها وطعم جميل جدا. بقلب بقى كده في البصلايه لحد ما ريحه البصلايه تطلع وتبقى بتلمع كده وشفافه. على طول بروح هنزل بالرز زي ما اتفقنا. الرز انا غسلته وصفيته كويس من الميه. هفضل اقلب كده في الرز شويه. يلا بقى الكل يحط لي لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهاتي الجديده. بقلب بقى كده في الرز كده، اقلب فيه عشان يبقى مفلفل معايا. كده تمام جدا. هبتدي بقى احط شويه من الملح، حطيت شويه من الملح، نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره المطحونه. بس دي التوابل بتاعتنا بس. طبعا احنا بنحط الميه، انا حبيت اعمل لكم معيار للميه. الميه دي بتغلي هحط 3 كوبايات من الميه مليانين. لو انت حابه تحطي الميه على طول فما فيش مشكله حطيها، بس انا عملت بالكوبايه علشان لو اول مره تعمليه او حباه يطلع مظبوط معاكي فتعمليه بالطريقه دي. هنحط 3 كوبايات من الميه مليانين نفس مقدار الرز والعدس، وبقلبهم بقى
وحابه تشوفي لو محتاجه ملح او حاجه فحطي ملح تاني عادي مفيش مشكله. طبعا عشان احنا حاطين الميه بتغلي هو على طول هيغلي وهيستوي معانا بالشكل ده. بغطيه وهسيبه كده لما الميه تتشرب معانا. اول ما الميه اتشربت معانا بالشكل ده كده بقلبه وهدي عليه النار خالص. ما تقلقيش ان انت قلبتيه ولا حاجه، هو هيطلع جميل معاك. هنغطيه وهنسيبه بقى ايه يستوي على مهله. عما يستوي بقى كنا حمرنا مثلا، نحمر شويه من البطاطس وعملت سلطه والبتنجان المخلل. البتنجان المتخلل ده انا هقولك بيتعمل ازاي بسرعه، لان مش مستاهل ان انا يعني اصور الفيديو وياخد معاكم وقت ويطول عليكم الفيديو. بصوا شكله جميل جدا وطعمه حلو خالص وريحته بتبقى مميزه. البتنجان المتخلل ده بيتعمل ازاي؟ بتغسليه اول ما بتجيبيه، بيكون البتنجانه الرفيعه الصغيره بالشكل ده، بتغسليها وبعد كده بتبتدي تحطيها في الزيت في طاسه على البوتاجاز في الزيت، يعني زيت قليل، وتشوحيها فيها. هي بتستوي بسرعه، بس قبل ما ندخلها في الزيت بنعمل فتحه صغيره بالشكل ده وبعدين بندخلها في الزيت. بتحمريها بتشوحيها كده في الزيت، وبعدين بتكوني محضره التتبيله بتاعتها، توم وكزبره ناشفه وكمون وشويه شطه صغيرين. بتضربيهم في الكبه مع بعض، وبعد ما بيطلعوا من الكبه بتحطي عليهم معلقه من الخل او معلقتين من الخل، دي التتبيله، وتبتدي تحشي بيها البتنجان. وطبعا بنبقى حاطين طبعا ملح. كده البتنجان المخلل اول ما بتعمليه بيبقى جاهز معاكي بالشكل ده. طبعا طلع الرز معانا، شوفوا شكله، الرز بالعدس شكله جميل جدا ومفلفل واستوى معانا. وشوفوا حبايه العدس لوحديها وحبايه الرز لوحديها ما اختلطوش ببعض، لان احنا حمرناهم، فعلشان كده كل الحبه زي ما هي ما اختلطتش بالتانية. شوفوا شكله جميل جدا ومفلفل. وصفه فعلا سهله وبسيطه وطعمها مميز وحلوه خالص. اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم. يلا بقى اللي لسه ما حطليش لايك للفيديو حط لايك للفيديو، واللي يعمل الوصفة يقول لي كده في كومنت ايه رأيه فيها. وباي باي في فيديو جديد.